إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. صلوا على سيدنا محمد والآل الذكر الأمجد بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد أدبه الله ورباه ليعم الأكوان ضياه ربي بالمنزل زكاه ما أعظم أخلاق محمد إن شئت يا صاحب أن تحمد فتمثل بهداه لتسعد بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان أشعار المقدمة سعد الخليعي. إنشاد محمود السماء. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. تشرف به معكم أمنية الإبيات. مستمعي الكرام، أسعد الله ليلكم بكل الخير والبركة. أبدأ وإياكم باسم الله الحنان المنان، ونسمي جميعا بالحب والصلاة والسلام على حبيب الرحمن من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد وآله الكرام. بداية أرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ إسماعيل عيسى من علماء وزارة الأوقاف المصرية. فضيلة الشيخ إسماعيل، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعي الكرام، بنواصل معكم الخصائص النبوية الشريفة. نتحدث هذه الليلة عن بعض هذه الخصائص التي اختص بها النبي الكريم في الدنيا دون سائر الأنبياء والرسل. فضيلة الشيخ إسماعيل، أبدأ مع حضرتك بخاصية اختص بها دون سائر الأنبياء والرسل، وهي كثرة أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني كما نقول على المدينة المنورة أو على أي شيء تكثر أسماءه فهذا من عظم المسمى. نعم كذلك. ومن أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوجود كله، هو أعظم خلق الله. ولذلك لما سيدنا جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي 5 أسماء، وفي رواية إن لي أسماء. فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. معناه في بعض الروايات، يعني هذه الرواية ذكرت وأخرى لم تذكر: لا نبي بعد رسول الله ختم الله به النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لو لمن زار المدينة، نعم مذكورة، يعني الجدران كلها مأخوذة من كتاب الله من سنة رسول الله. يعني من الذي أسمى النبي هذه الأسماء؟ هل كان صحابته أم من الذي أطلق عليه؟ لا، يعني جميع أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من كتاب الله اللي تكلم به القرآن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم من هذه الأسماء جميعا يوصف بها رسول الله بشيء من عند أنفسهم أو من عندياتهم، وإنما كلها مختلفة من سنة عليه الصلاة والسلام. لكن لما ننظر الحديث صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأسماء أنا محمد تعالى يعطيه الاسم يتكلم بالأنا الذي يتكلم إلا الله سبحانه وتعالى. يعني إبليس لما تكلم بالأنا أخرج من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن أذن الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بالأنا. لماذا؟ لأن هيكليات النبي والجزيئات النورانية التي تكونت منها ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسري عليها التحلل،
فثياب رسول الله وذات رسول الله منذ أنشأها الله لم يكتب عليها الفناء أبدا، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى لها البقاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد، ولم يتسمى أحد يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم إلا قبيل أسماء بسيطة كده، قبيل مبعث النبي وميلاد رسول الله اشتهر الاسم لما كان يسمع من أحبار اليهود وعلماء النصارى في قرب مخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وميلاده، فقال أنا محمد. وانظروا اختياري الله الذي سمى حبيبه محمد صيغة مبالغة من الحمد والثناء، هو محمد صيغة مبالغة للمحمود، فأكثر الناس حمدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وأنا أحمد، أحمد صيغة أفعل تفضيل من حمدة، فمحمد من حمدة وأحمد من حمدة، فهو أحمد الخلق جميعا، أحمد الخلق طرا لذات ربه تبارك وتعالى، لذلك لأنه محمد المحمودين وأحمد الحامدين صلى الله عليه وسلم اجتباه لنفسه رب العالمين ونسبه إليه وأضافه إليه لأنه الذي سواه وصنع واصطفاه لذاته تبارك الله رب العالمين. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، محى الله سبحانه وتعالى بالكفر والضلالة وظلمات الجاهلية الأولى وكذا وكذا، وليس كما يقول البعض جاهلية القرن العشرين لا جاهلية أبدا كما قال العلماء بعد مبعث رسول الله حتى وإن وقعت الأمة في الأخطاء، لكن لا يصح لنا ولا يحق لنا أبدا أن نصف أمة رسول الله بعد مبعث رسول الله بأنها أمة جاهلية أبدا. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، الحاشر الذي يقف في أول الصف، أول المصطلح وأول الصفوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يحشر الناس على قدمه، يعني كل الأنبياء والمرسلين وكل الخلق أجمعين خلف رسول الله يحشرون على قدمه وبيده لواء الحمد، وقد أقامه الله سبحانه وتعالى في المقام المحمود، ومن دونه جميعا بداية من أنبياء الله ورسل الله آدم فمن سواه إلا تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا العاقب يعني ختام الأنبياء وختام المرسلين وختام أهل النبوات جميعا الذي لا نبي بعده، وهو صلى الله عليه وعلى آله أول الأنبياء نورا. ولذلك لما يسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة يا رسول الله؟ قال وآدم بين الطين والماء. وكذلك الله سبحانه وتعالى أراد الختم بمسك الختام صلى الله عليه وسلم فختم النبوات بسيدنا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وهناك أسماء أخرى منها صلى الله عليه وسلم أنه المصفي وأنه الحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة ونبي الرحمة وأسماء كثيرة لا يصح أن نذكرها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أحمد من حمد في الناس ومن يحمد عرف اسمه في الصحف عاقبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أحمد من حمد في الناس ومن يحمد عرف اسمه في الصحف عاقبا. وفي الزبور صروح وعند الله صار وياسين ومحمدا وياسين ومحمدا وعلى آله وصحبه وسلم. إنسان محمد صلى الله على سيدنا كده الشيخ ليس ينتقل إلى التفصيل أيضا مسائل الخلق جميعا. فالله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء كل يدافع عن نفسه. نعم. يعني كما نرى بعض أمثلة كان سيدنا نوح عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم يقول يا قوم ليس بي ربنا كان يقول يا قوم ليس بي سفاهة وأجساد. إلا أنه عندما تطاول المشركين على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى هو الذي دافع عنه من فوق سبع سماوات حتى. نعم. الله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن حبيبه. إذا قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا فإمام أهل الإيمان وإمام أهل التحقيق مثل الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو أشد غيرة على ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمه متحققا
بأعظم المقامات وحقائق العبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يرى نفسه ولا يرى العدو مهما آذوه ومهما حصل به وكذا وكذا، لا يرى نفسه، وإنما كانت غيرته لله سبحانه وتعالى، يغار على دين الله. يعني كان عظم الإيذاء من قريش ومن أبي لهب ومن كذا وكذا، ولم يشتد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تشعر نفسه إلا أحد أبناء أبي لهب وقال يا محمد إنه كذا، يعني ذكر أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه كلبا من كلابك، فخرج في سفر فجاءه أسد فقيل أنه كلب الله لابد أن يكون أسد. أبدا ما قال رسول الله ودافع عن نفسه مستسلما متلذذا بما يلقاه في سبيل الله، ولذلك هو الخاص إن لم يكن بك غضب علي فلا أبدا، كل ده لا ينبش، المهم أنت تبقى راضي. شوف التفاني في محبة الله وفي النظر إلى نور الله سبحانه وتعالى ولا يرى نفسه. ولذلك القرآن لما تكلم الله سبحانه وتعالى قال له نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك المجنون. هو قال مجنون الوليد أو غيره كما ذكر من أهل التفسير، لكن الله سبحانه وتعالى رد عليه ب9 أو ب10 تسائل ذكرها الله وخلدها في كتابه. والله إذا تكلم بحقيقة ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم وكل بعد ذلك كان ذروة الذم من الله سبحانه وتعالى أنه دعي وليس يعني ليس من أبيه وكذا، ونظر في الأمر وقال إن الذي أخبرني به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه لحق. طيب نيجي مثلا في سورة النبي على قدر رسول الله من أهل المحبة للحبيب عليه الصلاة والسلام، فليقرأ تفسير مطلع سورة النبي. نبي والله تفسير يتعرف على قدر رسول الله عند ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في السنة جميعا لم يتكلم عن نفسه كثيرا إلا بالنفل اليسير، وهو قائم في مقام التواضع ومقام نظر إلى كبرياء الله ولا يرى نفسه صلى الله عليه وسلم عن رسول الله بنفسه، والذي دافع عن رسول الله بنفسه. والنجم إذا هوى ما ضل ثم ينطق عن الهوى، ثم ذكر كل يعني هيكليات النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مقامته فكان قاب قوسين أو أدنى. في مشهد آخر وما علمناه الشعر لما قالوا إنه شاعر وساحر وكذا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يصح لمحمد ولا يكفي ولا ينبغي لمحمد، لا يليق بحضرة سيدنا محمد أنه يتعلم الشعر لأنه علم ما هو خير وما هو أفضل من لدن رب العالمين جل جلاله. إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى. وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى. فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مخاطبة وأثنى. ولو قابلت لفظة لن تراني لما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا. وإن ذكروا سليمان بملك فحاز به الكنوز وقد عرضنا. فبطحاء مكة ذهبا أباها يبيد الملك واللذات تفنى. وإن يك درع داود لبوسا يقيه من اتقاء البأس حصنا. فدرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأنا. وأغرق قومه في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا فأفنى. ودعوة أحمد رب اهد قومي فهم لا يعلمون كما علمنا. وكل المرسلين يقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنيا. وكل الأنبياء بدور هدى وأنت الشمس أكملهم وأهدى. وكل الأنبياء بدور هدى وأنت الشمس أكملهم وأهدى. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد.
فضيلة الشيخ اسماعيل، ما زلنا مع خصائص الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا، وهذه الخاصية لم تكن إلا له صلى الله عليه وآله وسلم، لم يسبقه إليها نبي أو رسول. نعم. وكما حدثت السيدة عائشة والحديث في ذلك يعني متواترة، نعم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى سيدنا جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، رآه مرتين فقط. نعم. كيف كان ذلك؟ المرة الأولى للحبيب عليه الصلاة والسلام في مبدأ الوحي. نعم. وقد طلب الحبيب صلى الله عليه وسلم من سيدنا جبريل أن يراه على صورته. نعم. فتدلى من السماء من ناحية المشرق، وله في السماء الجناح، ويعني نشر جناحين فسد الأفق ما بين السماء والأرض ما بين الخافقين بجناحين، فما البال ب600 جناح يطوي ما بين السماء والأرض إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى في لحظات بإذن ربه بالقوة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد كان على الحالة البشرية المحضة في الأرض، يعني أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صعق النبي صلى الله عليه وسلم لهول الخلقة، لأنه المسألة كانت روحانية محضة وبشرية في الأرض في بداية التنزيل وبداية الوحي. طب هل هيكلية النبي صلى الله عليه وسلم تتحمل أو تتحمل؟ لكن المسألة مسألة التشريع لما تتلاقى الروحانية العظمى مع البشرية المحضة فيحدث ما حصل. وأثبت الله سبحانه وتعالى هذه الواقعة في كتابه سبحانه وتعالى: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. بالأفق المبين يعني رأى سيدنا جبريل بالأفق المبين، وتلك حضرتك هي المرة الأولى التي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل. والمرة الثانية هي التي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والعروج إلى ما بعد سدرة المنتهى، رآه صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية في وسط الملائكة، وقد كان في صحبته، وقد قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أها هنا يترك القليل قليلا والحبيب حبيبه. قال: أنت لو تقدمت لاخترقت، وأنا لو تقدمت لاخترقت، وما منا إلا له مقام معلوم. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة الحقيقية، لكنه لم يفزع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هيأه في ذلك المقام، بل هنالك تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مقام. قال العلماء في ذلك: للنبي صلى الله عليه وسلم مقامات عدة. المقام المحمدي هو مقام البشرية التي فيها التأسي والاقتداء برسول الله، والمقام الأحمدي هي الحالة التي تتعادل فيها الحالة النبوية والشأن النبوي مع حال الملائكة المحضة لسيدنا جبريل، وإلا فكيف يفهم عن الملك؟ ولذلك كان من شأن النبوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في كتب السنة أنه حينما يتصل الملك يطور صدره كما يطور المرجع الخضر بالماء، من شدة التحول من حالة البشرية إلى حالة الملائكية الخالصة بأفضل الملائكة روحانية، الروح الأمين على نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ما هو أعظم وأجل من ذلك؟ المقام المحمودي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه لحبيبه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأخلق الله سبحانه وتعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم للمقام المحمود في الدنيا قبل الآخرة، وهنالك قال له سيدنا جبريل: وما منا إلا له مقام معلوم. فأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة للمقام المحمود وللمقام المشهود يوم القيامة في الدنيا قبل الآخرة، حتى لا يستوحش رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشفاعة وعند لقاء ربه سبحانه وتعالى. فذلك من تطمين الله لقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا ركن معتمد وعصمة لائذ وملاذ منتجع وجار مجاور، يا من تخيره الإله لخلقه فحباه بالخلق الزكي الطاهر. أنت النبي وخير عصبة آدم، يا من يجود كفيض بحر زاخر. ميكال معك وجبرائيل كلاهما مدد لنصرك من عزيز قاهر. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. فضل الشيخ اسماعيل عيسى، بننتقل أيضا إلى جزء من الخصائص النبوية في الدنيا. وإذا كنا نتكلم عن البشرية فكانت هذه البشرية مختلفة،
وكانت هذه البشرية للنبي الكريم مصانة حتى قبل البعث وقبل مبعثه كنبي، فحافظ الله عليه من ما كان يمارس في الجاهلية وهو في شبابه، وحفظه من كل هذه الممارسات حتى قبل البعث. كيف كان ذلك؟ يعني سبحانه وتعالى أراد أن يخلي عن النبي صلى الله عليه وسلم كل العوامل المؤثرة في حياته حتى لا يصبح له تأثير إلا بالتوجيهات الإلهية من مبتدأه إلى منتهاه. والله الذي تولى أمر حبيبه صلى الله عليه وسلم. فبعد الحمل بالحبيب عليه الصلاة والسلام توفي والده، وبعد ولادته ب6 سنوات توفيت والدته، وبعد 2 توفي جده. فلذلك أكرم الله سبحانه وتعالى حبيبه في مقام السجيد. كل شوية الله سبحانه وتعالى يخلع عنه الأسباب حتى لا يبقى له إلا الله، ولا يبقى إلا في معية الله وحراسة الله وكنف الله عز وجل. ولذلك سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله منهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا، قلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأثمر بها كما يثمر الفتيان. فقال: بلى. فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دون مكة سمعت عزفا بالغرابين والمزامير. قلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان فلانا. فجلست أنظر وضرب الله على أذني والله ما يقظني إلا مس الشمس. الحمد لله. يعني هو حضرة البشرية وسن النفوع، يعني سن البروج وكذا، لكن مجرد ما وصل إلى المكان اللي فيه الله لم يرد الله سبحانه وتعالى أن تتلوث أنقى فطرة في الوجود وأنقى فطرة في الوجود التي اصطفاها الله لذاته بأي شيء من لهو الدين حتى ولو كان لهوا مباحا. هو القائل لحضرته ولآل بيته: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وضرب الله على أذني، يعني نام فوالله ما يقظني إلا مس الشمس. وتكرر ذلك في الليلة الثالثة. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله تعالى بنبوته. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك لمن تشاء وتنزعه عمن تشاء. أكرمنا بالصلاة على سيدنا محمد أبي السيدة فاطمة الزهراء وعلى آله وصحبه وسلم. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. فضيلة الشيخ إسماعيل عيسى، بنختتم هذه الخصائص في الدنيا بهذه الخاصية التي فرضها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولم تكن لنبي أو رسول من قبل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، عندما فرض أن يقدم كل من يريد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقدم صدقة، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نعم، هذا اختصاص من الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس الأدب في حضرة رسول الله. نعم. الناس قد يحدث منهم تجاوز، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوم أميين معظمهم أعراب. يأتي الأعرابي فيمسك بتلابيب رسول الله ويقول له: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فإن المال مال الله وليس مالك ولا مال أبيك. ويتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الرحب ويؤلف هذه القلوب الجافية القلوب القاسية كذا كذا. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم الأمة الأدب في محيا رسول الله من الدنيا، وبعد انتقال رسول الله إلى عالم البرزخ فهو حي أيضا في روضه، ولا نكون في قبره. القبر فيه ظلمة، إنما في روضه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: مررت بموسى قائما يصلي في قبره. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأنبياء جميعا؟ إذا ناجيتم، إذا حد منكم كلم الرسول صلى الله عليه وسلم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الله يقول: ذلك خير لكم وأطهر. ده أفضل لكم وأطهر. ربما أحدكم هم أن يسيء إلى رسول الله فالصدقة
تجبره تقصيره وسوء أدبه، حتى وإن كان لا يقصد ذلك، ليكون ذلك سببا لمغفرة الله سبحانه وتعالى له. ولكن فضيلة الشيخ يعني نسخ هذا الأمر بعد ذلك، خفف الله عنه. نعم، يعني تخفيفا على الأمة صلى الله عليه، لأن كان منهم يعني من الفقر ما لا يملك شيء، يعني خفف الله بعد ذلك، قال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجاكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. نعم، لكن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه وعن زوجته وابنيه ظل يواصل يعني تقديم، كان يقدم تمر في كل مرة يدخل على النبي، كان يقدم تمر وكان يسير الحال يعني. كل يعمل على شكل، هؤلاء هم أهل النبوة، وهو يعني جد آل البيت جميعا سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فكل على قدره، كل على قدر فهمه، كل على قدر النور الذي أعطاه الله. نعم، يعني إذا كان هناك بعض المحبين يحبون أن يتأسوا بهذه الآية وهذا الأمر الإلهي حتى بعد نسخ الآية، والله لا شيء عليه، لا تكليف، لا إذا أحبوا إذا أحبوا فذلك فضل، ده أدب رفيع وأدب عالي ليس فيه مخالفة، فمن أخذ بهذا الأمر فلا شيء من باب يعني الزيادة في الأدب ولا شيء، زادنا الله وإياكم أدب. آمين يا رب العالمين. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة مع الخصائص النبوية في الدنيا. شكري الجزيل لضيفي الكريم فضيلة الشيخ إسماعيل عيسى من علماء وزارة الأوقاف المصرية. فضيلة الشيخ شكرا جزيلا. شكرا الله لكم. وفي الجمعة القادمة إذن جديد بلقاء جديد في صحبة إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. الأداء الشعري